شارك مركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب بركن خاص في جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب. الركن ده خاص بالطلاب الوافدين المبعوثين إلى الأزهر الشريف. هنا احنا النهارده بنشارك في معرض الكتاب، بنشارك بمؤلفات، بنشارك بكتب بتساعد الوافدين في تعليم اللغة العربية، بنشارك بكتب في تصحيح الفكر والعقيدة عشان نقرب الفكر الوسطي الأزهري للعالم كله من خلال المشاركة في معرض الكتاب، لأن معرض الكتاب معرض دولي بيشارك فيه كل الجنسيات، وعندنا بنلاقي ناس كتير من دول مختلفة بتيجي هنا، فلازم يعني يتعرضوا للمعرض ويتعرضوا لنشاط المركز تطوير. مركز تطوير بيقدم هنا خدمة كبيرة جدا لنشر اللغة العربية ونشر العقيدة الوسطية الأزهرية في العالم كله. كمان احنا بنعرض بعض نشاطات الطلاب في المسابقات، زي نشاطات ممكن الكاريكاتير، كان مسابقة الكاريكاتير، فالطلاب دي رسوم للطلاب الوافدين ومشاركتهم في المسابقات العالمية الكاريكاتير. فعندنا بعض اللوحات اللي بتتكلم عن حاجة مهمة ومفيدة جدا، اللي وثيقة الأخوة الإنسانية، وثيقة الأخوة الإنسانية لفضيلة الإمام اللي انعقدت في 2019 في دولة الإمارات المتحدة. وطبعا دي كفاية إن الرسمة بتكون نابعة من طالب وافد حسب وجهة نظره، بيجسد فيها إزاي هو شايف الوثيقة دي اللي كانت مبادئها إنسانية، يعني تكون صالحة لكل البشر في كل زمان ومكان، يعني تجمع الناس كلها على مبدأ إنساني، ومش على مبدأ اختلاف الأديان أو اختلاف الجنسيات واختلاف اللغات، وإنما على مبدأ إنساني فكل الناس سواء. وطبعا دي نابعة من الدين الإسلامي الوسطي ومن عقيدة الإسلام الوسطية بالطريقة أو بشرح المنهج الأزهري، زي ما فضيلة الإمام بين في الوثيقة دي إن كل الناس سواء، زي ما ربنا قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم لآدم وآدم من تراب. فهنا عندنا المبدأ مبدأ إنساني، فكل الناس أخوة، كل الناس أخوة في الإنسانية. فحضرتك ده طالب وافد بيعبر بوجهة نظره هو عن الأخوة الإنسانية، وإزاي إن كل الناس إخوة في الإنسانية وإنهم كلهم قدام ربنا واحد. كذلك في هنا من بعض المشاركات للطلاب، وطبعا احنا بنشوف هنا وجهة نظر الطلاب من حيث الرسومات ازاي بيعبروا عن اللي جواهم في موضوع نبذ الفتن، يعني ازاي برضو كلهم انبهروا بان المجتمع المصري رغم ان هو مجتمع فيه يعني مسلمين ومسيحيين مع اختلاف الافكار بين الناس والثقافات، الا انه المجتمع ده ما حدش قدر يهزمه بفتنه تفتته، ازاي ان المجتمع ده متماسك. فهم اتكلموا وعبروا ده ان المجتمع كله، اطياف المجتمع ايد واحده، وان المجتمع كله مجتمع متماسك وينبذ الفتن، وعشان كده هم عبروا بالصور اللي موجوده دي في نبذ الفتن والفرقه. كذلك برضو اتكلموا عن موضوع برضو اللي لفت انتباههم، موضوع العنف ضد المرأة، فاتكلموا عنه وعبروا ببعض الصور، وعبروا ببعض الصور اللي بتبين ان العنف ضد المرأة ده حاجة مكروهة وموجودة في كل العالم، هي برضو شيء منبوذ، ودي برضو من وجهة نظرهم. كذلك زي ما قلنا دي إن كانت دي مسابقات يعني فنية، في عندنا في مؤلفات وفي مشغولات الطلبة يعني عارفين حرف يدوية، فبرضه بيتنافسوا. مركز تطوير بيعمل نشاطات وبيخلي كل المواهب اللي عند الطلبة تطلع، حتى انشأوا حاليا أكاديمية، الأكاديمية الفنون والعلوم، فيها تنافس من حيث الأداء في اللغة، في حفظ القرآن، في الشعر، في الحرف اليدوية، في الرسم، في إلقاء الشعر، في الغناء، في حاجات كتير تبرز يعني مواهب الطلاب الوافدين وتحمسهم على التعليم في الازهر. وهم بصراحه كتير من الطلاب حبوا الازهر وحبوا النشاطات دي، خاصه ان مركز تطوير حببهم اكتر، ومنهم كتير جدا حابب ان يكمل في مصر وان يكمل دراسات عليا وان يكمل ماجستير ودكتوراه، وهو يكون مبسوط وهو تحت مظله الازهر، تحت مظله
مركز تطوير تعليم الطلاب والوافدين والاجانب تحت المظله الكبيره، مظله فضيله الامام الشيخ احمد الطيب حفظه الله ورعاه.